السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناس كتير بتسالني الفتره الجايه الدنيا هتعمل ايه وهيحصل ايه. احنا طبعا بنكلمكم قبل العيد بحوالي 4 ايام او حاجه، فيديو الخميس. يعني ايه اللي هيحصل بعد العيد، وهل المفروض كنا اشترينا قبل العيد ولا اشترينا بعد العيد، ولا ايه اللي هيتم. بس هو باختصار، واحنا بنتكلم دايما في الامور ديت، حياه دايما مبنيه على قانون ثابت لا يتغير، اللي هو قانون العرض والطلب. كلما زاد العرض قل الطلب، وكلما قل الطلب زاد العرض، وكلما زاد الطلب قل العرض، وهكذا. وبالتالي معادله عكسيه. اذا الطلب الفتره اللي فاتت ما كانش كبير، وبالتالي كان في فرص عرض كتير، كان في عروض كتير الشركات بتعملها. انا متوقع بعد احداث عماله تحصل وكده ممكن يبقى في زياده اسعار في بعض المنتجات وفي بعض الحاجات الفتره الجايه، وبالتالي هيبقى بعد العيد في حركه وهيبقى في طلب اكتر. يعني الفكره في ايه؟ اللي انا متوقعه انه هيبقى في حركه وفي طلب اكتر، خصوصا العاملين المصريين بالخارج. هيبقى في نزول ليهم بعد العيد في الفتره اللي جايه دي، والفتره اللي جايه دي هي الموسم او السيزون الصيفي للبيع والشراء، وبالتالي هيبقى في حركه. فانا طبعا كنت بنصح في الفيديوهات اللي فاتت، يا جماعه حاولوا تشتروا قبل العيد، حاولوا تشتروا قبل العيد. اتمنى ان بعد العيد يبقى الطلب مش كبير بشكل يخلي الدنيا تزيد، وبالتالي يبقى ناس كانت بتفكر المفروض تشتري واتاخرت فندمت على حاجه زي كده. لكن برضو قدر المستطاع اللي عنده احتياج وبيدور وبيشتري ما ياخرش نفسه في الامر دوت، لان هو في الاخر امر مهم جدا والاسعار هتبدا تزيد. طيب النقطه الثانيه والنقطه المهمه، موضوع اتحاد الملاك. يا جماعه الخير، موضوع اتحاد الملاك انا عملت فيديو يخص موضوع اتحاد الملاك، لو سمحت راجعوه شوفوا الضوابط اللي ممكن تتعاملوا فيها في قصه اتحاد الملاك. غير كده بلاش، غير كده بلاش. النقطه اللي بعد كده موضوع الاختيار بيبني على شويه حاجات وشويه مراحل دايما بكررها وبعيدها. اختيار شركه ليها سابقه اعمال، اختيار اوراق قانونيه سليمه، مراجعه العقد وتعديله، اختيار سعر عادل، اختيار موقع يكون مميز استثماريا وسكنيا. كل الحاجات دي ضوابط مهمه جدا بعيدها وبزيدها وبكررها. طب هنشتري فين؟ ممكن تشتري حاجات استلام فوري، وممكن تشتري حاجات بالتقسيط. الحاجات اللي بالتقسيط ديت موجوده في مناطق معينه وبعينها، سواء منطقه بيت الوطن، سواء منطقه شمال الرحاب، سواء منطقه اللوتس الطرح الجديد، سواء منطقه النرجس الجديده. نراعي واحنا بنختار الحاجات والضوابط اللي احنا اتكلمنا فيها. الحمد لله بفضل ربنا انا مش متاخر على حد فيكم لما بيبعت لي على الواتس. يمكن اتصال ما بردش على ارقام مش متسيفه عندي، لكن لو حد بعت لي على الواتس برد عليه. تاني بكرر، اللي بيحاول يختار يركز في اختياره وفي نفس الوقت ما يضيعش وقته، لان انا متخيل ان بعد العيد هيبقى في حركه اكتر من الفتره اللي فاتت. دمتم بخير. كان معاكم محمد المهدي، وان شاء الله العيد جاي نتمنى لكم كل ما هو طيب. كل عام وانتم بخير، ولا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.